عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم. طالب طب ولا شيء. بتكلم لكم عن سالفتي أول ما تخرجت من الثانوي، قبل ما أصير طالب طب، قبل ما أصير أي شيء. حياكم الله. اليوم في أول حلقة راح أتكلم فيها عن التخصصات الصحية، وهي سلسلة طويلة راح أتكلم فيها عن أغلب التخصصات. في البداية بقول لكم عن تجربتي الشخصية، بتكلم عني أنا معاذ الجعفري، طالب طب في جامعة الحرس الوطني. راح أقول لكم قصتي من البداية، من لما ما كنت في الثانوي. كنت أحب الرسم، كنت أحب الرياضات أجمعها. طيب كيف؟ كنت أحب التسويق، وفي نفس الوقت كنت أحب الطب. طيب درست أولى ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي. بعد ما خلصت ووصلت الجامعة، جاء المرحلة اللي يحتاج إني أختار فيها التخصص اللي أنا أحب. طبعا خلوني أقول لكم إني اشتغلت في هيرفي، هذا واشتغلت في التميم، هذا اشتغلت في برجر بوكس، اشتغلت في أكثر من مكان وأنا طالب ثانوي. يوم اشتغلت في هيرفي كنت تعبان، كنت أشتغل أدرس في الصباح وأشتغل في الليل. مو عن حاجة ولا شيء، بس كنت أنا كذا أحب أشتغل وأكرف وأتعب. طيب كنت أطلب منهم إنهم يرقوني، دائما يرقوني أبغى أصير مدير. يعني اشتغلت معهم سنة أولى، السنة الثانية وأبغى أصير مدير خلاص. لما خلصت ثالث ثانوي ممتاز، قلت لهم خلاص أنا بستقيل الحين، بطلع لأني بروح الجامعة. قال الحين بنرقيك مدير. الحين جت فكرة في راسي، اقدر اطلع من الثانوي واترقى على طول مدير واشتغل في شركة مثل هيرفي، او اني اشوف الشيء اللي انا ابغاه. مثلا ابغى الرسم، اقدر اصير رسام، او بما اني احب الرسم اقدر ادخل هندسة واصير مهندس معماري. بس كنت من يوم صغير ابغى اصير دكتور. لاحظوا ما عندي كذا زحمة افكار واشياء كثيرة كلها ابغى اسويها، بس ماني قادر. احتاج اني اختار شيء واحد فقط. ايش الشيء اللي اخترته تتوقعون؟ اكيد عرفت المفروض ادري. بس قبل كيف عرفت هذا الشيء؟ في 3 نقاط اساسيه لازم كلنا نعرفها ونركز عليها. اول نقطه، اعرف نفسك. اسال نفسك دائما مين انا وش ابغى. انا سالت نفسي مين انا. طلعت انا واحد احب الرسم، احب الرياضات، احب الشغل، احب شيء حركي وفيه شغل باليد. برضو قلت احب اساعد الناس. عندي كذا طاقة كبيرة، ابغى اساعد اي حد كذا احس. طيب من يوم كنت صغير كنت ابغى اكون دكتور او طبيب، بس برضو انا رسام. برضو الحين عندي منصب اني اصير مدير في شركة. فقعدت اسال نفسي اشياء كثيرة، مين انا وايش ابغى. معاذ بعد 10 سنوات ايش يبغى يصير؟ فكرت قلت انا ابغى اصير دكتور. كنت انا مره كويس في الرياضيات، مره كويس في الاحياء، مره كويس في الفيزياء، بالكيمياء، كل المواد العلميه كنت مره كويس فيها. درجاتي الحمد لله كانت كلها جدا عاليه. خرجت من الثانوي وانا السادس على الدفعه. بعد ما سالت نفسي السؤال هذا مين انا وعرفت مين انا، حددت اني ابغى ادخل المجال الصحي. طيب نجي للسؤال الثاني والاهم، اللي هو مستقبل التخصص اللي انت تبغاه. هل له مستقبل مضمون واضح، او ان المستقبل حقه ويعتمد على شيء وشيء؟ بالنسبة لي اول شيء سويته رحت مواقع الانترنت، بحثت جوجل، كتبت تخصص الطب، بعدين شفت مستقبل تخصص، قريت عن عدد سنواته، قريت عن الحياة اليومية لطالب الطب. حتى تخيلوا اني دخلت وقعدت نزلت محاضراتهم وقعدت اقرا في المحاضرات شويه. اي نعم، لا تقول دافور ومتحمس ومدري ايش، لا حبيبي، هذا مستقبلك لازم تتعب عشانه من الحين. اذا ما تعبت عليه الحين فصدقني في المستقبل راح تندم على هذا الشيء. فاول شيء انت تسويه الحين تحدد التخصص اللي انت تبغاه في راسك. ممكن عندك 3 تخصصات، مثلا كان عندي الهندسه والطب البشري. اروح مواقع النت، ادخل مثلا موقع اي جامعه طبيه واشوف طريقه دراستهم، اشوف الكتب حقتهم، اشوف كل شيء يسوونه، اشوف طريقه حياتهم، اشوف الاشياء اللي يتحطمون منها، اشوف الاشياء اللي تعجبني واللي ما تعجبني. ومن ادخل الهندسه واشوف 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 واشوف. ما في مانع انك تدخل 20,000 تخصص وتقرا تقرا 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 تقرا. في النهايه راح توصل مرحله تكون عرفت كل تخصص وعرفت الشيء اللي يناسبك في المستقبل. خلصت وقريت في النت، روح اسال ناس، ولد جيرانكم، خالك، عمك، صديقك، صديق اخوك، اي احد في التخصص اللي انت تحبه روح اساله. بالنسبه لي ما كنت اعرف احد كثير في الطب، فرحت نفس الجامعه وقابلت ناس هناك. ولو رحت قابلت ناس في الجامعه اللي انت تحبها صدقني they are most welcome، يعني مره بيرحبون فيك، بيحيونك، بيساعدونك، بيعملون كل شيء. انا قابلت واحد مره متحمس كلمني قال لي
تبغى تخصص طب بشري؟ شوف احنا ندرس كذا وكذا وكذا وكذا، ندرس 7 سنوات وعندنا كذا وعندنا كذا، واحنا نواجه هذه المشكله واحنا عندنا هذه المشكله وكذا 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 وكذا، علمني كل الزبده من اولها لاخرها. اخر شيء انا اقتنعت بهذا الشيء وسالت عنه، سالت عن المستقبل، عرفت نفسي. الخطوه والنقطه الاخيره اللي هي راحت النفسيه. هل انت مرتاح مع هذا التخصص ولا داخله عشان فلان وعلان، فلوس، سمعة، تشوف نفسك؟ فكر بهذا الشيء. صدقني إذا بتدخل تخصص عشان هذه الأشياء ما راح تنجح. طول ما عندك النية هنا إنك تك 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 نوك نوك، ما أدري وش ذي بس يلا. أهم شيء تفهمتوني؟ اللي بنحتاج الحين نسويه إن ندخل تخصص عشان إحنا نحب هذا التخصص، عشان إحنا نحبه، لأنك لو حبيت التخصص راح تعطي التخصص من كل قلب. يعني أنا مثلا دراسة الطب عندنا مرة صعبة، لا مو صعبة أبدا، لأني أحبها ما تصير صعبة. لكن لما تروح لواحد ما يحب الطب بيقولك يوه كتب وحوسة ودنيا ومرة صعبة، ليش؟ لأنه ما يحب الطب، لأنه أصلا ما يفكر يدخل طب، فطبيعي يشوف هذه النظرة فيه. لكن أنت شوف الشيء اللي تحبه، إذا حبيت الشيء ما راح تحس بالتعب أبدا. خلاصة القصة كان عندي أكثر من فرصة. أول شيء عرفت نفسي وسألت نفسي وش أبغى أصير بعد 10 سنوات، وش أبغى أصير في المستقبل. ثاني شيء رحت استفسرت وسألت عن مستقبل التخصص اللي أنا أبغاه. ثالث شيء والأخير دخلت التخصص هذا عشان أحبه ومرتاح فيه شخصيا، مو عشان أبوي وأمي قالوا لي، لأني أنا اللي بدرس مو أبوي وأمي، مو عشان الفلوس، مو عشان المستقبل، مو عشان السمعة، مو عشان أي شيء. قلت مو عشان المستقبل؟ آسف طيب معليش، لا عشان المستقبل. أتمنى عجبكم الفيديو هذا واستفدتوا منه كثير. إذا عجبك الفيديو أتمنى إنه ما يوقف عندك، تنشره لأصحابك لأخوياك، تعطيهم إياه عشان الكل يستفيد ويتثقف ويعرف كيف يختار تخصصه. شكرا لكم، حياكم الله. وبالمستقبل إن شاء الله الأسبوع الجاي راح ننزل لكم حلقات عن التخصصات الصحية كلها، من الطب، الصيدلة، التمريض، كل. تابعوني ولا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك والأشياء هذه كلها وتنشروا الحلقة. شكرا لكم.